ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في الدرس الثالث من دروس تعليم سكراتش. والنهارده هنتعرف على ابعاد الستيج اللي هو مسرح العمل واحداثيات الكائنات اللي بتتحط جوه مسرح العمل. خلينا الاول بقى ناخد فكره الاول عن الاحداثيات دي. لو بنتكلم على احداثيات 2 دي فيبقى عندي محور واي ومحور اكس. طبيعي ان عندي المحورين دول بيبقوا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. ده محور واي وده محور اكس، على افتراض ان كل وحده من دول ما بينها واحد، يعني 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده. 1 2 3 4 5 6 احداثي صفر وصفر، فبيكون في المنطقه دي. يعني لو في كائن في المنطقه دي كده بيبقى الاحداثيات بتاعته ايه؟ صفر في الواي وصفر في الاكس. عايز اقول الاحداثيات مثلا 2 و4، فبطلع كده 2 و4. الكائن عندي هنا موجود في المكان ده او في المساحه دي، فهنا الاحداثي بتاعه بيكون ايه؟ واي 4 والاكس بكام؟ ب2. في البرنامج بقى بتاعنا بتاع سكراتش الموضوع مختلف. احداثيات سكراتش بتكون بالشكل ده. ده لو قلنا ان ده الستيج مثلا، والارقام مثلا الافتراضيه 1 2 3 4 5 6 بالشكل ده، فنقطه الصفر هتكون في المنتصف. الكائن ده الاحداثيات بتاعته ايه؟ واي بصفر واكس بصفر. يبقى دي النقطه الصفريه اللي في النص، مش اللي في الطرف زي الشكل اللي فات. وده ليه؟ لان هو عندي الاكس بتحتمل ارقام سالبه. يعني انا لو وصلت كده هتبقى بالسالب، لو رحت باليمين كده هتبقى بالموجب. الواي نفس الكلام، 1 2 3 4 لفوق ولتحت هتبقى بالسالب. لو عايز اقول زي المثال اللي فات كده 2 و4، واي ب4 والاكس ب2، هيبقى الكائن في البوزيشن ده. هنا بقى عندي احتماليه ان يكون الارقام بالماينس. لو رحت حركت الاوبجكت ده او الكائن ده وديته عند ماينس 4 كده في الاكس، والواي بصفر، هيبقى بالشكل ده، هيبقى مكانه هنا. طب لو انا حطيته هنا مثلا هيبقى الاحداثي بتاعه كام؟ تقريبا 3 ونص، او قول ماينس 4 في ماينس 4. 4 فين في الواي وماينس 4 فين في الاكس. احنا كده فهمنا الشكل عامل ازاي، الموضوع ماشي ازاي بالظبط في الشاشه بتاعه الستيج او مسرح العمل. تعال نرجع بقى للبرنامج بتاعنا سكراتش، وده ليسون 3. السبرايت بتاعنا اللي اسمه كات ده عايزين نشوف الاحداثيات بتاعته الحاليه، فهو في الصفر وصفر، يعني معنى كده ان هو في مركز الستيج بتاعي او في نص الستيج. خلينا نقول ان الواي ب 100 مثلا. ايه اللي هيحصل؟ طلع فوق 100 خطوه. لو قلنا ان الاكس هنا مثلا ب 50، ايه اللي حصل؟ راح ناحيه اليمين 50. خدت بالك هو طلع لفوق وراح يمين، راح ناحيه الارقام الموجبه. طيب انا لو قلت ان ده ماينس 50، ايه اللي هيحصل؟ ما راحش عند النص بقى، قبل النص ب 50 خطوه. طب لو قلنا هنا ان الواي بدل ما هي ب 100 هي بماينس 100، بص ماينس 100، بص هينزل لتحت. نزل قد ايه؟ نزل 200 خطوه، اللي هي ال 100 لحد ما ينزل للزيرو، ومن الزيرو للماينس 100 دي 100 خطوه ثانيه. في الحقيقه الخطوات دي او الارقام دي ما اسمهاش خطوات، هي ليها وحده قياس اسمها بيكسل. والبيكسل دي اصغر وحده في الشاشه، اصغر مربع في الشاشه. انت لو جبت عدسه مكبره جيت قربت للشاشه جدا، تلاقي فيها مربعات صغيره كده كلها جنب بعض، هي اللي بتكون الصوره اللي قدامك. ساعات مثلا تيجي تشوف صوره، تيجي تعمل لها زوم تلاقيها مبكسله. يبقى احنا كده عرفنا المفهوم بتاعنا، ان نقطه الصفر كده اللي هي في النص، وكده فوق بالموجب وتحت بالسالب. طب الابعاد بتختلف من شكل للتاني. ممكن مثلا ده يكون اخره، القط ده يكون اخره مثلا 272 في الواي. قلنا مثلا 272 او 272 او وصل كده. لو جيت قلت له 273 مش هيقبل. 273 مش هيرجع تاني 272. وفي الماينس بتاعه نفس الكلام، ماينس 272. بص وصل لحد فين؟ شنبه بس هو اللي باين. طيب في الواي قول مثلا 300، نجرب مع بعض. بص وصل كام؟ 215. هو اصلا الشكل مش موجود، طلع بره الاريا نفسها بتاعت العمل. 215 يبقى ده اخره كده 215. طب لو بالماينس قلنا ماينس 300، استهبلنا عليه يعني، قلنا ماينس 300، قال لك انا اخري في الماينس 214. كويس. خلينا نرجع كده النقطه الصفريه تاني، صفر وصفر، عشان هنعمل تجربه ثانيه مع بعض عشان نفهم اكتر الاحداثيات بتاعته هل بتختلف ولا لا. احنا قلنا ان هنا اخره كام؟ اخره 272 صح؟ في الواي 272. احنا لو قلنا مثلا 300 اهو، بص كده قال لي 272 بس ده اللي اخري. لو جيت رجعت الشكل ده للزيرو وجيت قلت السايز هنا، ده اوبشن برضو من ضمن الاوبشنز، بدل ما هو 100 خليه لي 50 هيصغر خلاص. وجيت قلت له اعمل لي في الواي 350 مثلا، ودوست انتر، بص قبل معايا الكام؟ لحد 248. اهم حاجه بس انت تعرف ان كل خطوه من دول هي البكسل. تعالى في الواي كده هنقول له مثلا 300 برضو نستهبل عليه. بص جاب لي كام؟ جاب لي 190. نرجع تاني لنقطه الصفر، هو كده في النص. سايز ده نغير منه الحجم 30 كده، صغرناه، خليها 150 كبرناه. هنروح على اوبشن تاني. طبعا احنا عرفنا ده اللي هو ده شو وهايد، كده شو كده هايد. هنا بقى ايه الدايركشن ده؟ الدايركشن ده مظبوط طبعا، هو الافتراضي بتاعه 90 درجه، بس انا هنا ممكن العب فيه ازاي بقى كده؟ اول اختيار ليا اللي هو اول اراوند، ده من البروبرتيز بتاعته او من الخصائص بتاعته. اول اراوند ان انا اقدر بص اتحرك بالزاويه بتاعته بالشكل ده، يقدر يلف معايا، بغض النظر عن ان مفيش منطقيه مثلا ان قط عامل كده الا لو كان بيطلع جبل، ومفيش منطقيه ان قط هيمشي كده الا لو كان وقع من الدور ال 13. فيعني مالناش دعوه بيه دلوقتي. في عندي اوبشن تاني، هنرجعه بس 90 الاول كده. في عندي اوبشن تاني، بدل ما اقول له خليه لي
اول اراوند ممكن اقول له ليفت رايت بس. بص كده مفيش اي قابليه ان هو يتحرك. بص اول ما يعدي ال 180 هيلف الناحيه الثانيه. بص الناحيه الثانيه الدايركشن بتاعه اختلف، هنا ما لفش حوالين نفسه. خد بالك. بص انا هنا لو جيت قلت له اول اراوند ايه اللي هيحصل؟ هيلف كده. بص هنا بعد ال 180 ايه اللي حصل؟ راسه بقت تحت، مفيش منطقيه خالص، راسه بقت تحت. اوكي، الا لو ماشي على السقف طبعا. اما لو جيت قلت له ليفت رايت بس ايه اللي هيحصل؟ هيضير لي وشه بس يمين وشمال. وده بيفيدني في ايه؟ لو انا عايز الشكل ده يتحرك يروح هنا لحد الايدج ده او الحافه دي ويرجع تاني، فهو رايح بيبص ناحيه الشمال وهو راجع بيبص ناحيه اليمين. ممكن اديله اوبشن تاني او بروبرتي تانيه اسمها ايه؟ اسمها دونت روتيت. دونت روتيت ده بقى، بص انا لو جيت لفيت كل الزوايا بالشكل ده مش هيتحرك معايا. اذا انا عندي هنا الديفولت ان اي شكل بيتحرك كده. اوكي، طب الحركه دي بتفيدني بايه؟ ما احنا قلنا دي مش منطقيه، بس بتفيدني بايه؟ لو انا جاي بحرك كوره اتشاطت مثلا من هنا راحت هناك، فوهي ماشيه مش هتفضل ثابته كده وماشيه كده يعني كده، لا، لازم هتلف حوالين نفسها. اما الاوبشن الثاني اللي هو ليفت رايت ده بيفيدني في الايه؟ في الكاركترات اللي هي زي الاشخاص كده، قطط مش عارف ايه، اي حيوانات، بحيث انها اكيد دماغها مش هتبقى فوق، فوانا بلففه هيلف هيروح ليفت رايت. وفي اوبجكتس ثانيه ما ينفعش انها تلف اصلا، فعشان كده هخليها زي ما هي، هقول له دونت روتيت. فاحنا هنا عرفنا ايه الاوبشن بتاع الدايركشن. اوكي نخليه 90 درجه زي ما هو. احنا كده خلصنا ايه؟ الجزء ده اللي هو الجزء ده بتاع الاوبشنز، في تغيير الاسم والاحداثيات والاخفاء والحجم والدايركشن او الزاويه او الاتجاه. طيب هل اقدر ان انا اضيف سبرايت تاني في المشهد بتاعي؟ اه طبعا تقدر اكيد. لو جيت وقفت هنا في طلع لي اوبشن كده اسمه choose a sprite، وفي عندي شويه زراير فوق كده هنتعرف عليهم. اول حاجه انا لو جيت بشكل افتراضي كده ودوست تشوز سبرايت هيفتح لي ويندو كده جميله كده فيها مجموعه سبرايتس. اقدر ان انا اسيرش على حاجه معينه انا عارف اسمها ابل، عايز اضيف ابل اهو. بص اول ما اكتب كام حرف كده يطلع لي تمام. ممكن عايز اضيف مثلا بول اهو طلع لي بول، بالون، مش عارف ايه الحاجات دي كلها. او ممكن كمان اعمل فلاتر عن طريق النوع، زي مثلا ان الانيمالز لوحدهم موجودين هنا، البيبل موجودين كلهم هنا، فانتسي موجودين هنا، دانس موجوده هنا، ميوزك موجوده هنا، سبورتس، فود، فاشن، ليترز. اشكالها كلها رسومات جميله وظريفه. خليني اضيف باسكت بول. بص بقى، طالما انت ماكتف السبرايت كده، فالبوكس بتاع البروبرتيز ده هيكون بيعدل فيه. يعني مثلا لو جيت قلت هنا الواي ب 50، ايه اللي حصل؟ بص الباسكت بول هي اللي اتحركت. طب القط ما اتحركش ليه؟ عشان انا مش ماكتفه. خلاص. كذلك برضو ايه؟ السايز، الدايركشن، الاسم، البروبرتيز بتاعت الحاجه اللي انا بغيرها هنا هي هتكون الحاجه المتاكتفه تحت. طب عشان ارجع اكتف القط تاني هدوس عليه كده دوسه واحده كده، فده بقى اكتف بالشكل ده. فكده اقدر ان انا ايه؟ اغير في البروبرتيز بتاعته. جميل. طيب لو انا هنا في الشكل ده جيت سحبت ده كده وجيت سحبت ده كده، بص لما اجي اسحبه هو بيتاكتف تحت اوتوماتيك، بس لو جيت عملت كليك بس واحده عليه كده مش هيتاكتف، لازم اعمل عليه اجراء. لو عايز ان انا اعمل له اكتيفيشن او اكتفه بس كده يبقى سيلكتد من غير ما احركه، اعمل ايه؟ ادوس دبل كليك عليه واي حاجه تغييرات هعملها هنا في البوكس ده هتتم عليه. خلينا نرجع بقى للقائمه الصغيره دي تشوز ا سبرايت، واللي فوقيها برضو تشوز ا سبرايت هتودينا على نفس البيج عادي خالص. نختار او اسيرش على سبرايت. اللي فوقيها هعديها دلوقتي عشان اروح للي فوقيها اللي هي ايه؟ سربرايز. سربرايز دي ايه؟ هو بيختار لي شكل عشوائي. بص اختار لي شكل علبه حليب. اوكي جيت وقفت تاني هنا، طبعا انا بقف هنا على فكره من غير ما ادوس كليك، اطلع كده بس بيها لفوق كده اهو سربرايز تاني. طلع لي ايه؟ مش عارف طائر الرخ ده ولا ايه. هقف عليها تاني كده واختار سربرايز كمان. بص طلع لي البتاع ده الايس مان، وهكذا. طيب لو عايز امسح بقى الشخصيات اللي موجوده عادي خالص، انا لو ما اكتفه بالشكل ده ودوست على الريسايكل بين ولا الجاربج دي ودوست عليها كده عمل ديليت او كده ديليت، كده كمان ديليت، يبقى عندي بس الاثنين اوبجكت دول موجودين او الاثنين سبرايت دول موجودين. ارجع تاني لنفس المنيو الصغيره دي وهقف عليها طب برضو من غير ما اعمل كليك، وهروح على اخر واحده اللي اسمها ايه؟ ابلود سبرايت. لو جيت دوست عليها كده هيوديني على الملفات بتاعتي. اي صوره عندي ممكن تبقى سبرايت عندي. لو عملت كده دبل كليك بالشكل ده اهو حط لي اللوجو كده بتاع الشانل اللي هو ايه؟ سبرايت. هصغره شويه عادي، اقدر اعمل عليه برضو اكيد نفس الخصائص. خليته 50، حركته كده شويه برضو ايه؟ بص شايف كل ما بحرك الشكل كده ايه اللي بيحصل؟ او السبرايت ده الاكس والواي بيتغيروا لان هم بيجيبوا لي اخر احداثيات انا وقفت عليها. هصغره شويه كمان كده عشان يبان عندي الاحداثيات 20. بص حركته كده بقى كام؟ ماينس 181 والواي ماينس 121. حركته كده بص ده راح عند البلس بقى بلس 5
في الاكس ماينس 113 في الواي. لسه هو تحت في الماينس لان هو في الواي تحت اهو. اوكي، اخره هنا في الكورنر بتاعه كام؟ 203 وفي الواي 138 بالماينس طبعا لان هم جايين على الشمال وتحت. اوكي، لو جيت وديت الكوره في نفس المكان، بص هي عشان اصغر شويه ايه اللي هيحصل. بص احنا هنا ايه 203 ماينس 203 وماينس 138. لو جيت سبت الكوره كده هيقول لي ماينس 214 وماينس 155، دايمنشنز مختلف شويه. طبعا ده ليه؟ لان ايه الحجم اختلف. فما تشغلش بالك انت اخرك كام، انت شوف الشكل بتاعك المناسب يكون فين في المشهد وبناء عليه اشتغل. الدرس بتاع النهارده كان تقيل شويه انا عارف، بس في حاجات ممتعه جدا زي ما انتم شفتوا كده، ولسه استنوا كمان في امتاع اكتر من كده في الدروس الجايه ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم نوتيفيكيشن او اشعار بالدرس اول ما بنزله على طول. تعليقاتكم مهمه جدا بالنسبه لي عشان اعرف انتوا وصلتوا معايا مكملين فاهمين، في حاجات ناقصه منكم، اسلوب شرح كويس، محتاج ان انا اسرع شويه، محتاج ابطأ شويه. شرفتوني بمشاهدتكم للفيديو. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.